بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول: عندما أتوضأ قد يأتيني الريح أثناء الوضوء أو بعد الوضوء، والناس تطلب مني الإمامة بالإصرار. يأتيه الريح بحيث يخرج منه رغما عنه عنده انفلات ريح، فهذا الصحيح أنه تصح إمامته، والجمهور على أنه لا تصح إمامته وهو الأحوط، فلا يصلي إماما. أما إذا كان مجرد كتم للريح فقط، فالظاهر أن كتم الريح ليس كمدافعة الأخبثين، فإن كان الريح لا يخرج منه فلا بأس بذلك.